ياسين يرفع كرة ياسين وبالراس بالراس لا زالت مغربية والخطورة والجول والجول جول 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 ياسين السابري نعم يهز الشباك الأمريكية مع هجمة وبانطلاقة من الطرف الأيسر فعل ياسين السابري ينافس. هنا الفرحة الأولى هنا الضربة الأولى هنا الكرة الأولى في الشباك الأمريكية جابها معما جابها والله جابها معما حطها بلمسة الفنانين الكبار. يا سلام على الإبداع يا سلام على الفنيات يا سلام على اللمسة بالكعب. أسيست خيالي أسيست خيالي يا معما أسيست ولا في الأحلام أسيست ولا في الأحلام نعم أسيست روعة 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 من عثمان. عموما ننتظر نهاية المطاف ووجه بطاقة صفراء. إذا أكد ضربة الجزاء لإعلان علي القرار ومع توجيه بطاقة صفراء لعلي معمر. يتقدم كامبيل في الشباك الوجهة كان صحيحة لكن في نهاية المطاف لاحظ بأن كل الأهداف التي سجلت في مرمى المنتخب المغربي كانت من ركلات الجزاء. Line Création célèbre une gourmandise infinie au cœur d'un délicieux chocolat. هنا ساقطة داخل منطقة الجزاء نعم هنا ترفع داخل المنطقة من جديد ليقول نعم لم سيكون الجول يدور في هذه البطولة. هذه الإعادة في كرة نعم سجل من خلال الجول. اللقطة سليمة على ماذا يحتاج على ماذا يناقش في لقطة نعم كان فيها الأسبقية لياسر السابري. هدف صحيح 100% وليس فقط 100%. جول نعم جول سليم مرة أخرى مغربية دائما الخطأ في هذا المكان والحكم يصفر فعلا مخالفة. الحكم يصفر مخالفة وبطاقة صفراء على جهة اليسرى العرضية. برافو يانيس امشي يا إلياس امشي يا إلياس غير معقول يا إلياس لا زالت مغربية. هذا هو التحدي المغربي هذا ومن هنا أصل الرواية في حكاية الجول الثالث. هنا الإصرار يا إلياس امشي إلياس يتحدى إلياس حطها إلياس وجول جول جول جول. الثالث مغربي مشاهدي الكرام الثالث مغربي حتى في الجول. الشباك الأمريكية إلياس ما هذا الإصرار من أين لك هذا التحدي من لغة الانكسار هنا في أرض الانتصار بعيدا عن لغة الانكسار هنا في أرض تشيلي أرض عادة مرة أخرى. أي مباراة للتاريخ أسود بحق عزيزة هم مفتخرون بكم فرحون بكم. بطاقة حمراء بطاقة صفراء بينية اخرج يانيس برافو يانيس ياخذ بعض الثواني يانيس الآن ياخذ بعض الثواني. تمنك الكرة يا الحموني العرضية بعد ذلك بالراس التغطية حذارية مرة جانبية يا البيروفي صفر يا البيروفي. إذن في هذه اللحظات نعم والصافرة تعني الوصول إلى على أسود الأطلس هنا في ملحمة بطولية وفي مباراة أخرى من مباريات للتاريخ. هنا يكتب تاريخ جديد وهنا شباب المغرب رفعوا هم معتزون بكم هم فرحون بكم لأنكم كنتم أبطالا وكنتم رجالا وقدمتم ملحمة كروية كبيرة. من صور مبهجة صور نعم تنتج الصدر. هكذا الاعتماد
باعتزاز وبافتخار بهذا الجيل. والراية المغربية كما العادة هي خفاقة عالية 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 في سماء تشيلي. عليها عليها، هكذا وشعار وتحدي المغاربة لتبقى الراية المغربية خفاقة في المنتظم الدولي وفي الملاعب العالمية في المسابقات الدولية. مبروك مرة أخرى.